مساء الفل عليكم. كابتن احمد شوبير قال تصريح في غايه الاهميه على لسان نجم الجماهير عن مصير ومستقبل رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي في الملاعب. كابتن شوبير قال ايه؟ قال لك رمضان صبحي قال لي عن مستقبله، اما العوده للاهلي او عدم اللعب لاي نادي في مصر بعد بيراميدز. والحقيقه اني اصدق كابتن شوبير في التصريحات اللي من النوع ده، لانه سبق ووعد ووفى، وكلامه كله طلع صح في نفس القصه لما اتكلم عن مستقبل اللاعب قبل الانتقال لبيراميدز مباشره، لما قال قلت لكم ان رمضان رد قال في مصر يا اما الاهلي يا اما بلاش. اعتقد كده وضحت وعرفنا فين وجهه رمضان صبحي اللي جايه. بعض المتربصين الحاقدين المغرضين اللي قاصدين يعطلوا مسيره النادي العظيم ويأثروا سلبيا على لعيبته، مروجين اشاعه وبيقولوا في خلافات ما بين النادي الاهلي وما بين محمد عبد المنعم مدافع الفريق، والحقيقه ان الكلام ده عاري تماما من الصحه. هو معقول يعني عشان محمد عبد المنعم حذف عبارة لاعب في النادي الأهلي من حسابه الرسمي بإنستجرام زي ما انت شايف كده يبقى متمرد على ناديه أو بيعاند وبيفكر في الرحيل؟ أستغفر الله. مش يمكن يا معلم يكون نزل اليافطة وحب يكتبها من تاني بشكل مختلف ويقول فيها عبد المنعم لاعب النادي الأهلي وأولاده؟ صح يا ابني الإيه؟ صح. متسرع انت يا معلم، ودايما اخد الامور قفش وكل همك تخلق مشاكل ما بين النادي الاهلي ولاعيبته. عايزه اقولك كمان اوعى تصدق الاخبار اللي من النوع ده اللي مقصود بيها زعزعه استقرار النادي الاهلي وتشتيت لاعبي. من يومين تقريبا خرج لاعب النادي الاهلي حسين الشحات من معسكر المنتخب بعد اصابته في العضله الخلفيه على اثر التدريبات، وقال ده انا واضح ان انا نزفت كتير قوي. وهنا العميد قرر يريحه عشان الاصابه ما تتفاقمش ويلحق مباراه سيمبا والنادي الاهلي في تنزانيا. حلو. العميد بعدها من أدبه وكرم تواضعي المتناهي المتوازي حب يجبر بخاطر الزمالك وأعلن ضم مصطفى شلبي، أهو يبقى ضم 2 لعيبة من الزمالك. وهنا دكتور محمد أسامة خاطب دكتور المنتخب وقال له شلبي بيعاني من شد عضلي خفيف بالإضافة للإجهاد ومحتاج يومين راحة. دكتور المنتخب بلغ كابتن حسام اللي قال له بعلو صوته لا بقى احنا هنهزر، اللاعب ده اكيد بيتمرد، وكبرت في دماغه وقال هاتوا هو العيال. وقد كان، والزمالك ما اعترضش على رغبه العميد ولا امتنع عن ارسال اللاعب لمعسكر المنتخب، وده لان مفيش حد داخل نادي الزمالك ممكن يجرؤ في يوم يدعي الاصابه او يمتنع عن الانضمام للمنتخب. ولما ظهرت اصابه شلبي مع المنتخب خرج العميد وقال انه اتفاجئ باصابه مصطفى شلبي وانه مستغرب لان اللاعب شارك مع فريقه في اخر مباراه، وده طبعا على اساس ان الشحات كان بينفذ برنامج تاهيلي في مباراه الاهلي الاخيره. لكن واتيفر ده مش موضوعنا. الغريب ان في الوقت اللي بكلمك فيه دلوقتي عدى 5 أيام على إصابة حسين الشحات، والإصابة كانت بتستدعي 5 أيام راحة، ومنتخب مصر لسه هيلعب بكرة أول مباراة في دورة العاصمة الإدارية. السؤال هنا بقى، ليه العميد سمح لحسين الشحات يغادر المعسكر لما الراجل إصابته خفيفة وهيقوم منها بالسلامة قبل أول مباراة للمنتخب في الدورة الودية؟ وليه أصر العميد على انضمام شلبي لاعب الزمالك برغم إصابته وبرغم إن حصل تواصل ما بين الجهاز الطبي بنادي الزمالك والجهاز الطبي بالمنتخب؟ ودكتور محمد أسامة بعت كل التقارير اللي تفيد بإصابة شلبي لدكتور المنتخب واطلع عليها واتفق تماما مع الجهاز الفني للزمالك. وإياك يا زملكاوي يا حاقد يا غلاوي تقول لي إن العميد قاصد يريح حسين الشحات لمباراة سيمبا ومش فارق معاه تفاقم إصابة مصطفى شلبي. أستغفر الله. أيوة، بطل بقى تعيش نظرية المؤامرة دي ودور على أي أسباب تانية غير السبب ده من فضلك، وادي دقني إن لقيت. قلت في حلقة امبارح إن لجنة المسابقات حشرت للزمالك مباراة بلدية المحلة ما بين مبارياتين فيوتشر الذهاب والعودة في الكونفدرالية، وقلت لك إن حكاية تأجيل المباريات دي مش سهلة وشرحت لك شروطها. لازم الزمالك يقدم طلب لتأجيل المباراة مختوم من 2 موظفين ماتوا من 5 سنين، ويلزق عليه طابع بوسطة من اللي كنا بنستخدمه سنة 32، واللي يقدم الطلب ده يكون زملكاوي شارك في حرب 48 وعنده حسنة في خده اليمين. هي دي اللائحة وهي دي القوانين. امين. قدموا بقى الطلب واحنا خدامين. والنهارده الزمالك بالفعل ارسل خطاب لاتحاد الكوره ورابطه الانديه، والناس مشكوره هترد علينا يوم السبت اللي جاي سواء بالقبول او بالرفض. بشكر مجلس اداره الزمالك على استجابته دايما لمطالب الجماهير، واحب اقول للناس ان بسبب رفض تاجيل مباراه زي دي من 3-4 سنين اضطر السيد وزير الشباب والرياضه لزياره رئيس احد الانديه المصريه في بيته عشان يتحايل عليه ويقنعه يلعب لقاء مع الجونه، وما اقتنعش ورفض يلعب وما لعبش. الخلاصة مباراة بلدية المحلة ما ينفعش تتلعب وسط مباراتين فيوتشر، لانك وقتها لابد هتقع لك على الاقل مباراة، وهتبقى كارثة لو كانت المباراة دي في الكونفدرالية، وهتبقى مصيبة.
اذا كانت في الدوري، لانك ما ينفعش تفقد نقطه تاني في مشوار الدوري. احنا مؤكد مش عايزين نغيب عن دوري الابطال كمان في الموسم اللي جاي. انبسطت جدا لما قريت الخبر ده وعرفت ان السيد نصر ابو الحسن رئيس النادي الاسماعيلي هيدعو النادي الاهلي للمشاركه في مئويه نادي الاسماعيلي. آن الأوان بقى ننبذ التعصب ما بين الجمهورين، والنادي الأهلي يروح يشارك في مئوية النادي الإسماعيلي في إسماعيلية، وتبقى بداية عودته من تاني للعب المباريات في المدينة الباسلة. بتقول ايه؟ ايه؟ يعني انت اتجننت بجد؟ مش هيروح إسماعيلية ولا ايه؟ لا طبعا. أمال هيحتفلوا بمئوية الإسماعيلي في برج العرب ولا ايه؟ انا قلت كده برضه، قلت كده بالظبط. تبقى دي طريقة جديدة لنبذ التعصب. مش عارفة الحقيقة امتى النادي الاسماعيلي ربنا هيعوض صبره وصبر جماهيره خير ويرجع من تاني لسابق عهده ويتمتع بالاستقرار هو ونادي الزمالك، وتفرح جماهير الناديين بأنديتهم. مع احترامي الكامل للنادي الاهلي اللي مؤكد مشاركته في مئوية الاسماعيلي هتكون جيدة، لكن السؤال هنا، هل الأندية الجماهيرية في مصر أمثال الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري لما جم يحتفلوا بمئوية ناديهم جابوا نادي مصري يشاركهم مباراة ودية؟ لا. الأهلي جاب برشلونة في 2007، والزمالك جاب أتلتيكو مدريد في 2011، والاتحاد السكندري جاب سبورتنج لشبونة في 2014. ليه الإسماعيلي ما يجيبش نادي من أوروبا زي ما عملت باقي الأندية الجماهيرية مع احترامي للنادي الأهلي؟ عارفة قصة الدولار عشان محدش يقولي المشكلة في العملة الصعبة، لكن دي المئوية ومن حق مدينة الإسماعيلية كلها تفرح بيها. وبعدين إذا حصل وقبل الأهلي يشارك في المئوية مع الإسماعيلي، وقتها هيقبل يروح إسماعيلية عادي ونفتح صفحة جديدة، ولا هتلعب اللقاء في برج العرب يا سيد نصر أبو الحسن وتحرم جماهير الإسماعيلي من الاحتفال بمئوية ناديهم في الإسماعيلية؟ إحنا ليه بنختار دايما المعادلة الصعبة؟ توب علينا ربنا. موقع بطولات بيقول ان العميد استقر على مشاركه السباعي مصطفى شوبير وعبد المنعم وحجازي وهاني ومروان عطيه وقفشه ومصطفى محمد في تشكيل مصر الاساسي امام نيوزيلندا. ايه ده؟ دول السبع لعيبه اللي العميد استقر على مشاركتهم في مباراه نيوزيلندا. ايه عندك اعتراض؟ لا طبعا. انا اصلي لما قلت لك ولساني دلدل وانا بحاول اقنعك ان اوفا هيبقى الحارس الاساسي للمنتخب كنت حاساك مش مقتنع. اتمنى بقى ما تتفاجئش لما تلاقيه افضل من ياسين بونو واندري اونانا ومندي والشناوي. طبعا هو انا مش قلتلك ان شينو خرج ولم يعد مره تانية من فتره وما صدقتنيش برضو؟ في النهايه بتمنى النصر لاهلنا في فلسطين، وبتمنى التوفيق دائما وابدا لنادي الزمالك فيما هو قادم، ومهما كانت الظروف وايا كانت المتاعب خليك دايما ورا الزمالك.